اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا ولا توفنا هذا البلد آمنا رخاء سخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالد الوالدين ولمشايخنا ولمن علمنا ولأرحامنا ولمن أنشأ هذا المكان ولمن صلى فيه ولمن عمل فيه خيرا ولجيرانهم المسلمين والصالحين الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعل أعمالنا خيرا من أقوالنا وتولنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بزوالها، اسبغها علينا ظاهرة وباطنة، جعلنا لك من الشاكرين. اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال والأحوال فلا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فلا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بعد يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومكم جميعا آمين. طبعا من المناسب في مثل هذه الأيام يتحدث الإنسان عن أهم نقطة فارغة في حياة المسلمين فقدها المسلمون في زماننا، وهي مكمن قوتهم، وهي عزهم، وهي رفعتهم، وهي سؤددهم، وهي النقطة التي ينبغي علينا أن نجتمع جميعا وأن نطوف حولها، وهي محور هام في حياة المسلمين، ألا وإنك لعلى خلق عظيم. قضية الأخلاق الإسلامية، لأننا نعلم تماما أن التباغض والتنافر في المجتمع هو سبب انهيار الأمة الإسلامية. ويا لها من كلمة، تلك الكلمة التي تحدث بها سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قبيل معركة القادسية، حينما جيش نفسه وجيشه ليتجاوزوا نهر دجلة إلى عدوهم بعد حصار دام أشهر. وقف خطيبا وأقسم قسم الواثق بربه تبارك وتعالى: والله لينصرن الله جنده وليهزمن عدوه وليمنحن أكتافهم وليرفعن دينه ولنتجاوزن الماء إليهم إلا أن يكون في الجيش متباغضان. فكل هذا القسم استثني بشيء واحد: أننا سننهار وننهزم إن كان في جيش المسلمين رجلان يبغض أو متباغضان، رجلان فقط. تصور هذا المعنى. لذلك ينبغي علينا اليوم أن نعود لمحور ديننا، وهي أهم شيء فيه هي التزكية، الأخلاق الإسلامية. لذلك سيدنا إبراهيم سأل ربه تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأجابه الله ب3 آيات: كما أرسل الله فيكم رسولا منكم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، في آل عمران، وفي سورة الجمعة، تمام، وفي سورة البقرة 3 آيات تجاوب دعاء سيدنا إبراهيم: أي استجبت لك يا إبراهيم ولكن عدلت على دعائك، أنت طلبت العلم قبل التزكية وأنا قدمت التزكية على العلم. يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن التزكية، لو كان أعلم الناس لكن أخلاقه سيئة لا قيمة له. تنهار الأمم بانهيار الأخلاق تماما. فنحن اليوم مع بحث بسيط ورائع يحتاجه المسلمون في زماننا اليوم، وهذا البحث يتحدث عنه عليه الصلاة والسلام. تعالوا معي بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبنا ونسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب العظيم.
الحديث يرويه سيدنا أبو سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغضب، فإنه يوقد في فؤاد بني آدم النار. الله، تمام. ثم يقول: ألا ترى إلى أحدكم إذا غضب كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه؟ فإذا أحس بذلك فليضطجع. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام، وهنا حديث هام: من كظم غيظا وهو يقدر على أن يمضيه، تمام، فلم يمضيه ابتغاء وجه الله تعالى، أبى الله إلا أن يملأ قلبه رضا يوم القيامة، وأعطاه حتى يرضي. صور وين الرضا؟ بوقت الافتقار، الناس محتاجة، الناس عم يركض، الأب يبحث على ابنه ليأخذ منه حسنة، الأم تقول لولدها في ذلك اليوم: يا بني لقد كان بطني لك وطاء وثدي لك سقاء وحجري لك وطاء، فهلا وجدت عندك اليوم حسنة واحدة يعود خيرها علي. فيقول الابن لأمه: يا أماه ليتني أستطيع، إنما أشكو مما منه تشكينا. في هذا اليوم العصيب يأبى الله إلا أن يرضيك. لماذا؟ قال: لأنك أبيت أن تنفذ غضبك في دار الدنيا، فالله لا ينفذ غضبه عليك في الدار الآخرة. ثم يقول، ورد في بعض الكتب: ابن آدم اذكرني حينما تغضب. ربنا في الحديث القدسي، يعني في بعض الكتب بعض الآثار: اذكرني حينما تغضب أذكرك حينما أغضب. وإمتى بيغضب الله عز وجل؟ تقول النار: ما رأيت ربي غضب كغضبه اليوم، يوم القيامة، شدة الغضب. في ذلك اليوم يغضب الله غضبا شديدا، فيذكر كل واحد غضب الله عز وجل، يميز هؤلاء الذين كانوا يكظمون غضبهم من أجل الله. أنتم من أجلي في الدنيا تركتم الغضب، وأنا اليوم أترك غضبي عليكم في القيامة، والجزاء من جنس العمل. وقال: ابن آدم، قل الله: ابن آدم ارضى بنصرتي، فنصرتي لك خير من نصرتك لنفسك، فنصرتي تأتيك في الدارين. أنت اليوم بتصبر، بتسامح وبتعفو، لكن تأكد أنه الله عز وجل لا يمكن أن يضيع لك مثقال ذرة. ستأتيك بشارة صبرك هذا في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة وفي الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة، مضمون، أمر محتوم. قال إنه سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يمر في طريق، فوجد رجل يشرب الخمر، فأخذه يريد أن يجلده. قال: فلما مسكه من يده التفت إليه هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر وسبه، شتمه. فلما شتمه اعتذر منه سيدنا عمر وأطلقه، قال له: روح. كانوا لحد يا أمير المؤمنين، هذا الرجل يعني فوق شرب الخمر سبك وشتمك، تعفو عنه؟ قال له: نعم، لأنني لما أخذته في المرة الأولى أخذته لله، ولكن لما شتمني خشيت أن أغضب لنفسي، والمؤمن لا يغضب إلا لله. يا ريت الناس اليوم يوعوا هالنقطة هاي في زماننا. لا يكون الغضب إلا لله، والمؤمن لا يغضب إلا لله. ترك سيدنا علي في إحدى المعارك كان يعارك خصمه، يقال من بزوغ الفجر إلى قبيل الغروب وهو يعارك خصمه. كان عنده خصمه صنديق قوي، درغام، قاهر، قاسي. قال: فتمكن منه الإمام رضي الله عنه في أواخر لحظاته، يعني في أواخر النهار. قال: وقبل أن يهوي عليه بالسيف ليضرب عنقه، وإذا بهذا الرجل قال تفل، بصق اللغة العامية، تفل في وجه الأمين. سيدنا علي فعل هذا فوجده فرأى، فرفع السيف وتركه ومشى. قالوا: يا أمير المؤمنين، يا علي، ماذا فعلت؟ لما لم تقتله؟ قال: كنت أقاتله لله، ولما تفل علي خشيت أن أقاتله لنفسي.
ذلك ورد عن الشيخ رمزي البزم كان في مثل هذه الأيام في رمضان يدور على التجار يأخذ لطلبة العلم لمعهد الفتى، فأثناء بناؤه إنشاؤه كذا بداياته، فقال دخل على أحد التجار قال له شو بدكم تعطونا هيك للمعهد لا الله وكذا، قال عمل له هيك، فهذاك التاجر تفل بإيده. اسمعوا يا أطفال، هي ثقافة منكم أنتم، تفل بإيده. ليش بتهمون إلى الصغار؟ لأنه عليهم المعول. هؤلاء لما بينشأوا على معنى العفو، لأنه اليوم تلاقي ولدين هاطين بعض، ليش عم تضربوا؟ ليش عم تقتلوا يا عمو؟ يا عمو حكى معي كلمة بزعل. شوف كيف تعلم الآداب والأخلاق. لازم الإنسان الذي يسيء إلينا نعامله بالأحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعاملك بالإساءة عامله بالحسن. ولا رح تسمعوا كيف قال. أخذها الشيخ، أخذ هذه المصاقة ومسح بها لحيته وقال هذا لي أنا، لكن أسألك هل عندك شيء لله؟ قال فبكى التاجر وانكب على قدم الشيخ يقبلها. يد يدفل بها وقدم تقبل بعد لحظات من أجلك يا رب، لأنه صبر لله. لأنه صبر لله. يد يدفل بها بعد لحظات، قدم تقبل لأنه صبر لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس يجرحون قدمه بالحجارة والعصي، بعد قليل دعات يقبل أقدام النبي عليه الصلاة والسلام. بعد قليل هذه الأقدام التي نزفت ستكون في الملأ الأعلى في السماوات العلى. إذن نصبر لله، الصبر لله. رجل كان عنده حصان، هذا الحصان كان يرعاه رعاية خاصة. قال فاستأجر له أجيرا فضاعف له الأجر. قديش أنت بتاخذ؟ قديش أجرك؟ والله مثلا 40,000 شهريتي. طيب خذ 80,000، بس أنت مهمتك تدر بالك على هالحصان الأصيل، بتطعمي لي، بتنظف لي حوالي كذا، يعني ما بدي الذباب تقرب عليه. طيب أخذ منه 80,000، وهذا مهمته كمثال، الرقم مو دقيق، عم بحكي رقم خيالي. المهم ضاعف له الأجر. كل يوم هذا الصبح يفوت يعمل طلي الصبح على حصان ويحمل حاله ويطلع على متجر، ويرجع الظهر يعمل طلي، يتغدى يرد يحمل حاله ويرجع المساء يعمل عليه طلي، يفوت يحط راسه ينام. فبيوم من الأيام فات قام لقى الحصان رجله مكسورة، قدمه الإيد المني تبعه قائم. قال من فعل ذلك؟ فقال له هذا العامل. قال له أنا. قال ولم فعلت ذلك؟ قال هكذا غيظا لك، اللغة العامية بكلمة ثانية، غيظا لك، هيك مشان غيظك. شو تتوقع سوى فيه؟ قال له وأما أنا فسأغيظه. لما بده يغيظ؟ قال للشيطان اللي وسوس لهداك يعمل هيك فيه، أما أنا فسأغيظه، فقد عفوت عنك وأعطيتك هذا الحصان هدية، واذهب وهذا معاشك مرتب عام إلى الأمام. حصان، شوفوا هالمعنى، كسروا اجر الحصان، لانه اغلى شيء عنده الحصان، كسروا اجره، قام طلع بنتيجه، اخذ راتب سنه لقدام واخذ الحصان وعمل حاله ومشي. اما انا ساغيظه لانه دخل عليك ليرمي او ليوقع بيني وبينك العداوه والبغضاء، وانا لا اوقع بيني وبين مسلم بعداوه ولا بغضاء. تصور احنا هلا، تخيل حالك انت هلا، مو هيك، تخيل حالك انت هلا بمحل، فاتح محل، وهالمحل عم تهنزه مباب رزق، بتحط فيه شغيل وتمش لك هيك عصاي او حديدي وبلش تكسير بالمحل، تيجي لعنده انت تقول له شو سويت؟ والله هيك غيظ فيك، والله إيه؟ بدي اقل عن هيك على هيك. لا تصور انك تجي تقول له هي مفتاح المحل والمحل كله هديه لك. وين ملاقي الاخلاق؟ وين موجوده هي الاخلاق؟ هؤلاء آبائي فأتني بمثلهم يا جرير إن جمعتنا مجامع. فيعني هؤلاء الآباء، هذا هو سلفنا الصالح. أخيرا ورد أن سيدنا معاوية، وأنا حديث الغيظ كثيرة جدا لكن لا أريد أن أطيل في عنكم دورة. ورد أن سيدنا معاوية أراد أن يخرج من دمشق إلى مكة المكرمة، فأرسل هدايا إلى أهل مكة وإلى أهل المدينة المنورة، فوصلت هدية إلى رجل كان على علاقة وثيقة بسيدنا معاوية، فنظر قال أيعتبرني معاوية كباقي الرعية؟ يعني أعطى لكل واحد كتاب مثلا، أنا مثل غيره؟ قال
انزعج فشاط غضبا. شو عم يعمل هذا معاوية؟ أيعتبرني معاوية كأفراد الرعية؟ أين أنت يا فلان؟ ابنه. لبيك أباتا، خذ هذا الثوب واذهب حيث يجلس معاوية واضرب هذا الثوب بين عينيه والطمه بين عينيه، ضربه على وشه، وإن لم تفعل ذلك فإنني غاضب عليك في الدنيا والآخرة. إلى تعقيب ما حيتبع الغضب غير وقت. هذا الرجل طايع لأبوه، شو بده يعمل لك؟ هذا معاوية أمير المؤمنين، مو لعبة. فقال فذهبت حتى دخلت إلى مكة المكرمة، وصلت على مكة، هذا من المدينة إلى مكة. فسألت عنه فقال وصل لتوه، يعني من شوي وصل. هو طبعا بعت الهدايا قبل ما يذهب. فاستأذنت عليه فأذن لي مباشرة. قال فلما رآني تبسم رضي الله عنه. تعرفوا شعرة معاوية وذكاء معاوية. فقال فتبسم وقال أصلح الله الأمير، حصد نفسه، وأصلح الله رسول الأمير، يعني اللي أخذ له البضاعة. أيعقل أن يذهب إلى أبيك بهذا فقط؟ ويا خجلتا من أبيك. سمع حكى ولا كلمة هذا. قال نادى أعطني كذا وكذا وكذا، هذه لأبيك واستسمح لنا منه فقد أخطأنا في حقه، أبوك له علينا حق وينبغي أن يعطى كذا وكذا. فلعله خطأ، يعني يا مني أو خطأ من رسول الأمير اللي عم يوزع، ما عرف قيمة أبوه. هذا الرجل التبر، شو بده يعمل؟ هذا غير جاي لغير هاي الشغله. فقال له شكروا بده ينسحب، تم عم يطلع. فشعر سيدنا معاوية من وجهه انه فكر. قال ما شأنك يا بني؟ ماذا أوصاك أبوك؟ شو في؟ قل لي شو قايل لك؟ أبوه بيعرف ماذا أوصاك أبوك؟ قال لا شيء لا شيء يا أمير المؤمنين. قال قل لي ماذا أوصاك أبوك؟ قال أمرني إن وصلت أنا إليه أن أضرب هذا الثوب في وجهك وأن ألطم بين عيني. قال فتبسم. من هذا أمير المؤمنين؟ تبسم. لو تعب 5 6 خذوه على السجن أكيد ما هيك. قال فتبسم وقال يا بني إذن أوصي وصية أبيك، أنفذ وصية أبيك. شو أنفذ وصية؟ يعني أنا أجي أضربك؟ يا بني أنفذ وصية أبيك. قال فأسقط في يد الرجل. قال يا بني لا تخف، اقترب وأنفذ وصية أبيك، ولكنني رجل كبير، ارفق علي قليلا. تعال ضربني بس ارفق علي قليلا. وبر أبي، أطع أباك. وين من لي الأخلاق؟ وين من لي؟ هل في التاريخ أخلاق كهذه الأخلاق إلا في ديانتنا، إلا في الإسلام والمسلمين؟ الله أسأل ينفعنا وإياكم. لذلك بس اللي بيعرف حاله عم ينظلم أو عم ينهضم يقول إلي الله، لا يقول إلي خلاص الله بنصرك. سيدنا أبو بكر شتمه رجل فسكت والنبي جالس. لما سيدنا أبو بكر فكر يرد بربع كلمة، شطر كلمة، يقول في شطر كلمة انزعج رسول الله وخرج. فخرجت أتبعه، قلت لما يا رسول الله؟ فقد سابني بكذا وكذا. قال لما كان يسبك يشتمك كان قد أوكل الله لك ملك يرد عنك يذود عنك، ولكن لما غضبت لنفسك أوكلك لنفسك. وأنا طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلس مع النفوس، إنما مع الأرواح. مع الأرواح لا يحب أن نتعامل بأهواء الدنيا، يريدنا أن نتعامل بالرقي، بالأرواح العالية، والأرواح من الأنوار والنفوس إلا المزكاة طبعا أمارة بالسوء. الله أسأل أن ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ العلم علينا إلى وقت الحاجة إليه. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والاستقامة، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعلنا على منابر من نور يوم القيامة. توفنا وأنت راض عنا، تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، ولا تضرب بها وجوهنا. فرج هم عنا وعن المهمومين، نفس الكرب عنا وعن المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم وسع علينا
وعلى عبادك المقلين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين المتقربين المظلومين أمة محمد أجمعين. كل أقوام المهجرين والمغتربين إلى ديارهم سالمين غانمين مجبورين يا رحمن يا رحيم. أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا تسلمه منا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله